جيش الدفاع الإسرائيلي قال لأهالي غزة فروا من غزة. أين يفروا؟ أين يفروا سيد كدار؟ إلى مصر. مصر متاخم من قطاع غزة. مصر ليست ملجأ لهؤلاء، غزة هي مكانهم ووطنهم. مصر ليست وطنهم. مصر يعني عندما تقول مصر دولة مأوى. أنا لا أقول الاستيطان سيد كدار، أنا أتكلم عن وجود المأوى لفترة وجيزة. الأردن تستضيف مليون لاجئ سوري، لماذا لا تستضيف مصر اللاجئين من قطاع غزة لفترة ما حتى نقضي على هذه الآفة المسماة بحماس؟ يعني المطلوب الآن سيد كدار، الآن مطلوب من أهالي غزة أن يأخذوا أمتعتهم ويذهبون إلى مصر. هذا هو الحل؟ هذا هو الحل؟ الحل ليس وقف ليس وقف القصف، وإنما أن يذهبوا إلى مصر. ماذا فعلوا السوريين في الأردن؟ وجدوا مأوى للحفاظ على الحياة. لماذا مصر لا تفتح الحدود مع قطاع غزة لإيواء الغزويين لفترة وجيزة حتى نقضي مع مصر على هذه الآفة المسماة بالداعش حماس؟ وين المشكلة؟ أنا لا، لماذا على الأردن أن تستضيف اللاجئين من